السلام عليكم مشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم والعائلات ديالكم، وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. يوم جديد ووصفه جديده كما عودتكم ان شاء الله. اليوم غندير لكم ندير معكم واحد الوصفه اللي هي شعبيه امازيغيه ان شاء الله، اللي كتكون في هذا البرد هذا. حنا راه البرد راه تبارك الله السيمانه هذه ما كاين الريح والبرد بزاف. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديروا اليوم ان شاء الله فتات الشطبه، اللي الاصل ديالها في الصراحه امازيغي، جات من الفتات. والفتات هو داك العجينه اللي كتصاوب من بعد، ولا كيتسمى الفتات داك التريد اللي كيصاوبوا باش كيديروا التريد. المهم هذا كتعريف بسيط هكذا. المهم عندنا في المقادير، عندي شويه سكينجبير راه حكيته هو الاول، جوج بصلات كبارين هذا مشلضين. عندي فصوص ديال الثوم هكا بالقشره ديالهم، شي 4 ولا 5 هكذاك. عندي شويه ديال العدس مغسول ومنقي، شويه ديال الفول منقي ومغسول. عندي الابزار ما نكثروش بزاف لان باقي بغيت ندير الحار. هنا عندي الخرقوم ولا الكركم. عندي هنا 4 كاس ديال زيت الزيتون مخلط مع زيت المائده، والملحه وشويه ديال البابريكا حلوه. هنا غادي ندير المعدنوس، دابا. هاد الاكله البنات يعني كتصلح في هذا البرد هذا. المهم اللي عنده البرد كتصلح لهذا البرد هذا. والله العظيم الا دقه بطل لا البرد ولا هذا اللي ضربوا البرد ولا الكل شيء والله العظيم الا فنه وزوينه وبنينه واقتصاديه وديال جدودنا. يعني ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الجدود ديالنا والامهات ديالنا. لمسه زوينه بزاف. المهم غادي نشحر انا هاد المقادير كلها على البوطه هكذا باش تجينا هاد فتات الشطبه تجينا لذيذه ان شاء الله. زدت غير واحد شويه ديال الماء باش ما نحرقش التوابل صافي. ومن بعد غادي نزيد الماء بواحد الكميه لا باس بها، لان باقي غادي نديروا العجينه اللي هي الفتات. غادي نبداو هنايا بالفتات. عندي هنا نص ديال الفورس والنص ديال الدقيق الكامل هنايا ضفتو. بصراحه انايا كاضافه ضفت الدقيق الكامل باش يكون شي حاجه يعني صحيه، ما ناكلوش غير العجينه هكاك. ناكلو شي حاجه اللي غادي نستافدوا منها. وشويه ديال المليحه صافي. هنايا غادي نسرح كاع هاد المهم الدقيق راه دائما كيبقى على حسابيه الاشخاص. البنات راكم عارفين، اللي عنده الناس كثارين في الدار راه كيزيد كثار، اللي عنده الناس قلاله راه كيدير غير شويه صافي. وعندي واحد الكاسرول اللي فيه شي ديال الماء، ما بارد عادي يعني ما بارد ما سخون عادي. وكنبداو نديرو بحال القطيرات هكذا بيدينا بحال هكا، وكنبداو نفتلو فيه بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غير المبتدئات ولا اللي ما عمرو ما جرب هذا فتات الشطبه العجين ديالو كيفاش كيكون. المهم هذه الطريقه هي هذه. كنبداو نكبوا الماء بقطرات هكذا، كنكبوا الماء بقطرات وكنبداو ندوروا هكذا باش كيتكونوا لنا الكويرات ديال الفتات ان شاء الله. كنبقى نستمر انا هكا شويه مره كنبقى نزيد ثاني القطرات ديال الماء، وكنبقى مكونتينوا هكا. الهدف من القطرات ديال الماء كما قلت لكم هما باش هذا باش هكا كما كتشوفوا هذا الريزولتا اللي شفتو. كيبدا يتكور لنا هذاك الدقيق كما كتشوفوا على الصوره. دابا غادي نشدوا واحد الغربال اللي ما يكونش غليظ بزاف. انا عندي غير الصفاي، ما عنديش الغربال الصراحه. عندي الصفاي، يمكن لكم تستعملوا الصفاي، يمكن لكم تستعملوا الغربال اللي عندكم نديروه. المهم غادي نحاول انايا نصفي كاع داك الدقيق كله اللي كاين زايد عندي هنايا، باش يبقى ليا غير داك الحبيبات ولا هذوك النتيفات ديال الدقيق اللي هما الفتات، هما اللي خصهم يبقاو، ما خاصش يبقى الدقيق نهائيا على هاد الطريقه هذه. عاد تقولوا العيالات ديال دابا ما كيعرفوش يديروا الماكله ديال زمان. كلشي كنعرفوا الحمد لله، والانسان ما خصوش ينسى الاصل ديالو نهائيا.
حنا كبرنا مع الفتاة الشطبة. انا كنت نموت عليها في الصراحه في الصغر ديالي. كبرنا معاها، يعني ضروري خاصني نديرها حتى انايا لوليداتي. صافي كنبقاو نستمروا كما شفتوا راه الدقيق بقى لتحت، وراه هذا هو الفتات كما كتشوفوا درناه في التبصيل هذا. كانت الوالده الله يذكرها بالخير كانت كتجيب واحد الثوب كبير نقي وكتسرح فيه هذا الفتات. ومني كيكون عندك كثير هكا، ملي كتخدم بزاف هاد الفتات كتخليه يعني يكون كثير، واحد المنديل كيكون في يعني في الشمس، وكتخليه حتى كينشف، كتخليه حتى كينشف ومن بعد كتجمعو. ملي كتجمعو صافي كل مره فيما تبغي دير فتات الشطبه كتجبد شويه وكتدير به. يعني سبحان الله العظيم، راه الناس ديال شحال هذا راه كانوا ذكيين ما شاء الله عليهم، وتبارك الله عليهم، ما عندنا ما نسالوهم. المهم هنايا كما كتشوفوا داك الدقيق اللي بقى ليا تاني تنستمر نفس الطريقه. كنبداو ندير قطيرات ديال الماء وكنبدا هذا نلبس دوك الحبيبات بالماء وبالطحين بحال الطريقه هذه. الصراحه هاد الاكله هذه البنات كنت كناكلها انا والاخ ديالي فقط في الدار. كانوا خواتاتي ما كانوش يحملوا هاد الوصفه هذه نهائيا، لانها كانت تكون فيها الحلبه، وهما الحلبه ما كيحملوهاش لانهم كانوا كبر مني وما كانوش يحملوا الحلبه. كيقول لك غنمشيو هذا الليسي ولا هذا يبقى يتشم فينا ريحه الحلبه، ما عندنا ما نديروا بهاد فتات الشطبه. ايوا وما كانوش ياكلوها نهائيا. يعني كنت انا والاخ ديالي الاكبر حنا اللي كنا كناكلوا فتات الشطبه بالحار، كنكثروا الحار بزاف وزويته بلديه كتجي زوينه في البرد ديال البنات وحق الله العظيم. المهم هذه غير ذكرى كما قلت لكم في الاول. فكرتني دابا فكرتني في هذه القضيه هذه. صافي كما كتشوفوا راه كملنا الكميه كامله، راه موجوده عندنا الفتات. ساهله البنات، غير بالخاطر راه ساهله ماهله. صافي من بعد ما سالينا هذا الشيء غادي نفرقوا انايا هكا وصافي باش غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا الطنجره ديالنا فين وصلات باش نبداو نطيبوا الفتات ديالنا ان شاء الله يا ربي. انا وريته لكم عن قريب كيفاش كيكون، شفتوه بحال طريفه ديال العجين هكا. وانا غنيته بالدقيق الكامل باش كيجينا لذيذ. والصراحه بيني وبينكم انايا الحاجه اللي ما درتش فيها الدقيق الكامل راه ما كدوش ليا. الفرص راه كناكلو ولكن ما يعني ملي كنكون ناكلو راه ما كنحسش براسي كناكل شي حاجه صحيه الصراحه. اما ملي كنكون ناكل هذا الخبز هذا بالخبز الكامل ولا اي حاجه فيها الحبوب الكامله الصراحه كنحس براسي بلا استفدت. وهذا يعني استفدت منه مزيان. وهو هذا فيه الالياف بزاف بزاف كاين في الدقيق الكامل. وكثرت عليكم الهضره واقيلا البنات. المهم غادي نشدوا الفتات وكنبداو نرميو شويه بشويه وكنخلطوا كما كتشوفوا كيكونوا هكا. درت واحد 2 فليفلات كحلين، ما عرفتش واش عمركم شفتوهم ولا لا. المهم فليفلات كحلين هكا داو اللون ديالهم، ولكن راه اش غنقول لكم واحد الحروره فيهم السم المهم غادي نشد الكمون عندي هنايا نقيته وهذا وصهدته وغادي نطحنوا اللي ضروري الكمون مع هذا لاغوسيت هذه ضروري ومؤكد. صافي غادي نبداو نقدموا الطبق ديالنا كما كتشوفوا. من بعد ما طاب تقريبا غادي نخليوها طيب 20 دقيقه هكا وهي كطيب وكنحركوا وما نحيدوش وحده البنات لان كتلصق من القاع ديال القميله هذا كيولي محروق يعني من التحت. يعني كما ديروا هذاك الفتات ديالكم بقاو وحدها وتبقاو تحركوا من القاع وما تحيدوش وحده نهائيا.
كما شفتوا زوقنا بالكمون بالديل يلا مطحون، الريحه فيه رائعه. وهذا هو الطبق ديالنا، بسلام عليكم.